السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تنبيه هام لبعض إخواننا الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالهداية وصلاة يوم الجمعة. من المعلوم والمعروف أن حينما يجلس الخطيب على منبره يقوم أحد الأشخاص يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. ثم يقول الإمام أو الذي يروي هذا الحديث والإمام على المنبر فيقول: أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا وفقكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا يغفر لي ولكم الله، على حسب الصيغ الذي يقولها هؤلاء الرواة لهذا الحديث والإمام على المنبر. مبدأ هذا الحديث الذي يرويه ويقرأه على المصلين قبل الخطبة أنه لا يجوز لك أن تتكلم ولا يجوز لك أن تفعل شيئا، لأنه إذا فعلت أو تكلمت فلا جمعة لك. هذا بنص الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن أحدا أمامك يفعل شيئا فقلت له أنصت فالإمام يخطب، فالحديث يقول لك فقد لغوت، قلت لغوا، قلت شيئا يتنافى مع المقام ويتنافى مع الصلاة ويتنافى مع الخطبة، فيكون بطلانها بطلان هذه الجمعة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لغى فلا جمعة له. فلا جمعة له قد يكون نفي للكمال أو نفي للكلية. المهم أن الإنسان على خطر أن تلغى لك الجمعة وقد أتيت مبكرا واغتسلت وتصدقت وفعلت الخير، ثم تأتي إلى المسجد فإذا بك تتكلم وتهدم ما كنت أردت أن تبنيه. فهذه مسألة يجب على المصلي التنبه إليها والحيطة والحذر من أن يقع في مسألة تنافي يوم الجمعة. فلذلك نجد كثيرا من الإخوان بل والنساء تسمع لهن وهن يتحدثن فيما بينهن والإمام يخطب يوم الجمعة، فهذه بلا شك ليست لها أو ليست لهن جمعة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك نجد بعض الإخوان على أبواب المساجد يتحدثان فيما بينهما أو يتحدثون فيما بينهم، وتجد الآخرين يلعبون بهواتفهم، كيديروا واحد اللعبة في الهاتف وكيبقاو يلعبوا بها والإمام يخطب يوم الجمعة حتى إقام الصلاة عاد كيدخل الجماع وكيصلي. فهل هذا له جمعة؟ ليس له جمعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الخطبة يعد لغوا ويعد مبطلا للجمعة، فما بالك باللغو حقيقة، وما بالك بما هو لا يفيد لا الصلاة ولا المصلي ولا المسلمين ولا شيء من ذلك. فوجب التنبه والتنبيه على أنه إذا حضر أحدنا إلى الصلاة خاصة يوم الجمعة فلا يجوز له أن يتكلم بمعروف أو بإساءة، فلا يجوز له أن يتكلم ما دام الإمام على المنبر وأنه يخطب. لأن السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كنا نرى أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.
فلا يجوز بحال من الأحوال، وهذا تنبيه مهم أيها الإخوان، حتى لا تبطل أعمالنا ونحن لا نعلم. وهذه نصيحة لي ولأهلي ولأولادي ولإخواني، والدل على الخير كفاعله، وأرجو من الله عز وجل الصلاح والإصلاح. يعني أرجو منكم أن تدلوا كل واحد على هذه أو على هذا الأمر المهم والبين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.